إفشاء السر، وإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمانة. فإذا استكتمك الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تفشيه لأي أحد كان. واحذر أن يخدعك أحد، لأن بعض الناس يظن أنه أفشي إليك بحديث ثم يأتي إليك وكأن الأمر مسلم أنه علم بذلك، فيقول مثلا ما شاء الله وش اللي أدراك عن كذا وكذا، فيبهت الآخر، يبهت فيظن أنه قد علم ثم يفضي إليه السر. وهذه طريقة تجسس من بعض الناس، إذا اتهم شخصا بشيء جاء إليه وقال ما شاء الله وش ذاك عن فلان، قلت فيك كذا وكذا وكذا، وهو ما علم أحد، وهذا أيضا ليس عنده علم، لكن يريد أن يحقق التهمة. فاحذر هذا. فما دمت قد استكتمت صاحبك، فإذا جاء أحد يبغتك بمثل هذا الأسلوب فلا تخرج، قل أبدا ما صار هذا، ونبرأ إلى الله منه، وتقصد منه أي من هذا الكلام الذي أنت قلت، لأنه تجسس. قال العلماء وإذا حدثك الإنسان بحديث والتفت فقد استأمنك، فهو أمانة وسر، فلا يجوز أن تفشيه حتى وإن لم يقل لا تخبر أحدا، لأن التفاته يعني أنه لا يريد أحدا يسمعه. فإذا أفشيته فهذا من إفشاء السر. طيب وإذا قال أبا أعلمك بيني وبينك، نعم هذا سر، نعم هذا ائتمان. وإذا قال هذه مسألة خاصة سر، تأخروا يا أخوان ولكن لا تأخرون بل يطعون عرقوبك، نعم هذا طيب ولا غير طيب؟ غير طيب. إن تأخر في مسافة لا تسمع فيها القول، وإلا وش لا فائدة من التأخر.